ولد في مدينة مونتريال الكندية لأبوين مغربيين من مدينة فاس. عاش طفولته في المغرب، بالضبط مدينة الدار البيضاء. شغفه بكرة القدم بدأ منذ سن التاسعة. في هذا الفيديو ستشاهد أجمل اللحظات التي عاشها ياسين بونو في مسيرته. ياسين بونو رجل اللحظات الحاسمة. لقد بدأ مسيرته مع الوداد الرياضي، تدرج في كل فئاته العمرية. فاز مع الوداد ببطولة الدوري المغربي سنة 2009-2010، كما بلغ معه نهائي عصبة الأبطال الإفريقي عام 2011. انتقل إلى الدوري الإسباني عام 2012. لعب مع عدة أندية في القسمين الأول والثاني: أتلتيكو مدريد موسم 2012-2013 و2013-2014. لعب مع ساراغوسا ونادي خيرونا، وبعد انتهاء عقده مع خيرونا سنة 2019 أعير إلى نادي إشبيليا لمدة موسم واحد مع خيار شراء عقده. وفيما بعد قرر النادي الإسباني شراء عقد ياسين بونو بصفة نهائية مقابل 4 ملايين يورو. تم تجديد العقد حتى سنة 2025، خاصة بعد المستويات الكبيرة التي حققها رفقة الفريق الأندلسي. مسيرته مع إشبيليا كانت حافلة بالجوائز سواء الفردية منها والجماعية. فاز بالدوري الأوروبي سنة 2019-2020 ليعيد الكرة مرة أخرى سنة 2023. كان له الفضل الكبير في إحراز البطولة من فريق كان مهدد للهبوط لدوري الدرجة الثانية الإسباني إلى فريق يفوز بالدوري الأوروبي ويتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم. لقد تألق بونو ودعا صيته في كل مكان. لقد وقف صدا مانعا لعدة فرق عالمية. نترككم مع أفضل تصديات. عندما نتحدث عن النجاح مع الأندية فلا بد من الحديث عن أهم شيء في حياة ياسين بونو: راية بلاده. ياسين بونو من اللاعبين الخلوقين المتواضعين الذي يلهم عشرات الآلاف من الشباب. دشن بونو مسيرته مع المنتخب المغربي سنة 2013. توالت بعدها مشاركات ياسين في عدة منافسات. خاض مع المنتخب المغربي 3 نسخ من مسابقة كأس إفريقيا ونسختين من كأس العالم سنة 2018 في روسيا، وكأس العالم الحلم في دولة قطر. حلم بدأ في مجموعة أقل ما يقال عنها أنها مجنونة: أن تتصدر مجموعة تضم كرواتيا وصيف بطل العالم، أن تنتصر على بلجيكا بنجومها وتقصيها من الدور الأول، أن تتأهل وتقابل مان منتخب لاروخا العريق وتكون أنت السبب في مغادرته للبطولة، تبلغ الدور الربع النهائي وتقابل منتخب البرتغال وتكون سببا في بكاء رونالدو والقضاء على حلمه بالتتويج بالتاج العالمي، ثم التأهل للنصف النهائي من العرس العالمي ومواجهة المنتخب الفرنسي ومغادرة البطولة من أوسع الأبواب. يعتبر المنتخب المغربي أول فريق عربي إفريقي يحقق هذا الإنجاز. كان لبونو دور كبير في تحقيق هذا الإنجاز إلى جانب زملائه في المنتخب. حصل ياسين بونو على عدة جوائز فردية في مسيرته: أول حارس عربي يرشح لجائزة الفيفا وجائزة فرانس فوتبول لأفضل حارس في العالم، أول حارس في تاريخ إشبيليا يفوز بجائزة زامورا، أول حارس عربي وإفريقي يسجل هدفا في الدوريات ال5 الكبرى، أكثر حارس حفاظا على نظافة شباكه في أوروبا سنة 2021 ب 32 كلين شيت، متفوقا على جميع الحراس في مختلف الدوريات الأوروبية. ياسين بونو قصة نجاح ألهمت الملايين، شاب طموح من أحياء الدار البيضاء إلى بطل يحصد أكبر الجوائز العالمية. أنت فخر للمغرب والمغاربة يا ياسين. رسالة لكل شاب يشاهد هذا الفيديو: لا تسمح لأحد أن يخبرك أن الأمر مستحيل. اشتغل في صمت واتعب واصبر، وتأكد أنه طالما الله عز وجل ألهمك بتلك الفكرة فكن متأكد أنه مدك بالإمكانيات والأدوات حتى تصبح حقيقة على أرض الواقع. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الفيديو. موعدنا الأسبوع القادم، فيديو جديد، بطل جديد، وقصة نجاح جديدة. أراكم هناك بإذن الله. الله المعين.